بالنسبه للمملحه ديالنا ديال اليوم او الفطيره بحجم عائلي، كتجي خفيفه بزاف، كتجي مهويه من الداخل ومجعبه مثقبه من الداخل، كتجي ممتازه من اروع ما يكون. يمكن لنا اننا نستغلوا هذه الفكره الفطور ديال رمضان بلا ما توقفي بزاف في المطبخ، بعجين واحد ما كيحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه. كنقدموا فطيره كتجي خفيفه بزاف، كتجي لذيذه. فطيره بالمعدنوس تفضلوا معايا، والفرماج تفضلوا معايا. تشوفوا هذه الفكره ديال اليوم سهله جدا بلا دليك. كنحتاجوا 2 كؤوس ديال الحليب يكون دافئ. كنديروا الحليب حتى كيدفى، عاد اللي كنديروه في واحد الاناء اللي غادي نعجنوا فيه على هذا الشكل. ثم غادي نضيف عليه واحد المعلقه ديال خميره الخميره الفوريه، خميره ديال العجينه عاديه. نخلطوا، ثم غادي نضيف واحد البيضه كامله. ايضا غادي نضيف واحد الكاس غير مملوء ديال الفينو او السميده. الا لاحظتوا معايا انا ما ملأتش الكاس هنايا، كأس غير مملوء ديال السميده او الفينو، دقيق ديال الفينو. نضيف القليل من الملح، نخلط غير بالمعلقه، ثم نبقى نضيف الدقيق بالتدريج. انا كنخلط وانا كنضيف في الدقيق. هاد العجينه خصها تبقى لينا خفيفه، تبقى مرخيه، ما نتقلوهاش بزاف بالدقيق. غادي نضيف الكاس الاول ثم الكاس الثاني ديال الدقيق، وانا دائما كنخلط غير بالمعلقه، ما كتحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه. كنخلطوها فقط غير بالمعلقه على هذا الشكل. كتجي ممتازه. الا جربتوها غادي تبقاوش تستغناو عليها. مره ديروها في رمضان او في سائر الايام. ضفت واحد المعلقه ديال السكر سنيده، ثم كنخلط مزيان. وغادي نضيف واحد الكاس ديال الدقيق ديال الفورس. درت الكاس الاول، غنضيف الكاس الثاني، ونبقى نضيف بالتدريج حتى تبان لي راه تجمعات. تقريبا هاد العجين كيهز لينا 3 الكؤوس ديال الدقيق ديال الفورس مع هذاك الكاس الغير مملوء ديال الفينو. غادي نخلطها فقط غير بالمعلقه كيف ما كتلاحظوا معايا. كنحاول نعجنها غير بالمعلقه، ما كتحتاجش تدليك كتير. بهذه الطريقه من بعد ما تخلطات معنا غادي نضيف واحد الكاس غير مملوء ديال زيت نباتيه، ثم غادي نحاول انني ندخلو غير بالمعلقه ولا حتى بايدي في العجين على هذا الشكل. نخلطو مزيان حتى نحس بلا هذاك الزيت شرباتو العجينه ديالتي تماما. كيعطيه واحد الطراوه، واحد الهشه في هذا العجين. غير نخلطها مزيان حتى ما نبقاش نحس بهذاك الزيت بلا راه مازال كاين في العجين. تشربوا مزيان بهذه الطريقه. من بعد ما تخلط الدقيق مزيان غادي نضيف زلافه ديال المعدنوس. اللي بغى يضيف القزبر ومعدنوس يمكن له زلافه ديال المعدنوس مقطع. ثم غادي نحاول انني ندخله في هذا العجين. غادي ندخلو في العجين بالكامل، ثم نغطي العجين ديالي، ندير له واحد البلاستيك غذائي، واحد الفيلم اليمونتير، ونغطيها ونخليها حتى تختمر واحد الساعه تقريبا في المطبخ على حسب درجه الحراره ديال الجو. المهم غير تبان لينا راه ضاعف الحجم ديالها واختمرات صافي. وغادي ندوزو للمرحله المواليه. غنغطيها بهذا الشكل، نغلفها مزيان بالبلاستيك باش تختمر، كيساعدها انها تختمر بسرعه. نغطيها ونوضعها على جنب في المطبخ. من بعد ما اختمرات غادي ناخذ واحد الطاوه كتدخل الفران، يا اما ندهن الطاوه بالزبده مزيان الا كانت طاوه مزيانه ما كتلصقش، والا ما كانت تلصق يمكن لنا اننا ناخذ هنايا ورق الطهي او بابي كويسون، وندهنوه بالقليل من الزيت النباتيه ونفرغوا فيه هذاك العجين. كيف ما كتلاحظوا معايا فهو عجين مرخوف جدا. نحاولوا اننا نبسطوه على الوجه ديال الطاوه ديالنا بهذا الشكل. كيجي هذا العجين سهل جدا، ما كيتسدلك ما حتى شي حاجه، وكيجي مهوي ومثقب مجعب من الداخل.
نبسط ليها الوجه ديالها بالكامل. ثم ناخذ شي حاجه ونماركي ليها بحال الشكل ديال المربعات بهذه الطريقه. ما كتاخذ منا حتى شي وقت طويل لا حتى شي حاجه، دغيا دغيا هي مع مرخوفه بزاف دغيا تتبسط. دغيا نماركيو ليها هكا، نقطعوها مربعات بهذا الشكل. ثم ناخذ الفرماج. انا هنا عندي الفرماج تحضير منزلي ديال الموتزاريلا، هنايا قطعته شرائط، ثم غادي نعمر به كلهم هذوك الفراغات اللي ماركيت بهذه الطريقه. كيجي داك الفرماج مجعب وكيجي بهذوك الفراغات باينين بحال الا مقطعين، كيجي ممتاز جدا. جربوا هذه الفطيره، ما يمكنش تبقاو تستغناو عليها. اللي بغى يضيف ليها حتى في العجين حتى الفلافل او الزيتون الاخضر ولا يمكن له. انا هنا اكتفيت فقط غير بالمعدنوس، بهذيك القبضه ديال المعدنوس قطعتها وعجنتها وسط العجين. ثم من بعد ما كملتها غادي ندهنها بواحد البيضه. ضربت واحد البيضه على هذا الشكل، ثم غادي ندهن ليها الوجه ديالها. غادي ندخلها للفران، ندير الحراره في الاسفل حتى طيب من الاسفل، عاد نعاود ندير لها الحراره من الفوق، ونعاودوا نتلاقاو من بعد ما طيب الفطيره ديالنا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. كتجي لذيذه بزاف، يمكن لينا نديروها في اخر لحظه قبل من الفطور وبالصحه والراحه. ما بقى ليا الا ندخلها للفران. قبل ما ندخلها للفران غادي نخليها تختمر واحد 10 دقائق على الاقل، على حسب درجه الجو ودرجه الحراره ديال الجو. اذا كان الحال سخون ف10 دقائق كافيه انها تختمر. اليوم راه الحال سخون، 10 دقائق كافيه باش تختمر معنا العجين. وغادي ندخلها للفران ونعاودوا نتلاقاو من بعد ما نجبدوا الطاوه ديالنا من الفران. دخلت الطاوه ديالتي للفران. هذا الشكل النهائي ديالها كيفاش علاش كنحصلو. كتجي لذيذه بزاف، كتجي خفيفه وكتجي مجعبه من الداخل ومثقبه، كتجي ممتازه. كنزينها فقط بهذا الزيتون الاسود المقطع كيف ما يمكن لنا اننا نقدموها بدون تزيين. كتجي رائعه. كنتمنى ان الفكره ديالي ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم. شكرا على حسن المشاهده، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. شكرا.